لو نفسك تروح اسكندرية ومش عارف تقعد فين فالفيديو ده أكيد ليك. هقول لكم على 3 فنادق على البحر على طول وبأسعار حلوة جدا. صباح الخير أو مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه. النهاردة هقول لكم على 3 فنادق من أجمل الفنادق في الفئة السعرية دي وبأسعار حلوة جدا والإطلالة على البحر على طول. بس قبل ما ابدا وزي ما متعودين دايما واللي لسه اول مره يشوفني، انا شروق بقدم محتوى عن السياحه والسفر جوه مصر وبره مصر والفنادق واهم مميزاتها وعيوبها واهم اماكن الخروج والفسح. فلو مهتمين بالمحتوى ده وبتحبوا السفر ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم جديدنا اول باول. ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار سيبولي تعليقاتكم وانا هرد عليكم. ويلا بينا نبدا. مبدئيا كده اجمل وقت تروحوا فيه اسكندريه هو الوقت ده. معاكم بقى من الوقت لغايه اول الشتاء، وفي الشتاء طبعا اسكندريه كمان بتكون حلوه جدا جدا. طيب عايزين تروحوا اسكندريه وعايزين تنزلوا في فنادق اسعارها معقوله وكمان على البحر على طول تكونوا شايفين البحر بانوراما قدامكم. اول فندق هنتكلم عنه هو فندق ميرامار. فندق ميرامار في الشاطبي على الكورنيش على طول. تحت الفندق بنك الامارات. الفندق عبارة عن دور في مبنى مطل على البحر على طول. هو مش بيكون اسمه فندق، هو بيكون زي بوتيك هوتل كده. فالفندق بجد حلو جدا، يعني فيه كل حاجة انتوا ممكن تحتاجوها. الفندق ده مكون من 12 غرفة وشقة فندقية واحدة فيه. يعني لو انتوا عيلة فبرضو متاح ليكوا ان انتوا تحجزوا الشقة الفندقية دي. طبعا هقول لكم كل حاجة والاسعار وكل حاجة لما اوريكم الفندق كله واعرفكم على الغرف واقول لكم كل الخدمات اللي في الفندق. كل غرفة في الفندق ليها ديكور مستوحى من مدن مختلفة من مدن العالم كله، وكمان مجهزة تجهيز فندقي. في غرف اسمها برشلونة، في غرف اسمها كايرو، في الكسندريا طبعا، في اتينا، في غرف باسامي كتير جدا. في غرف سنجل، غرف دبل، غرف تريبل ورباعي كمان. والشقة الفندقية بتاخد من فردين لحد 7 أفراد. بس طبعا بتكون دايما الشقة يعني لو فردين ممكن صعب شوية يحجزوها لأن بتكون دايما محجوزة للعائلات أكتر. الشقة الفندقية زي ما قلت لكم بتاخد من فردين ل7 أفراد. الشقة مش ناقصها أي حاجة. مبدئيا فيها بلكونة، البلكونة بانوراما على البحر على طول. كمان البلكونة فيها ترابيزة وكراسي. في بقى الريسبشن في انتريه وفي كمان سفرة وفي تلفزيون وتكييف. كمان السفرة تاخد لغاية 8 أفراد. كمان موجود نيش في الريسبشن، في كمان راوتر متاح واي فاي طبعا. هنيجي بقى ندخل على المطبخ، فيه تلاجة، مايكرويف، بوتاجاز، غسالة، كاتل، اطباق، كوبايات، في كل حاجة انتوا محتاجينها هتلاقوها في المطبخ علشان لو انتوا حابين تجيبوا اكل وتعملوه او حابين تسخنوا اكل، حابين تعينوا اكل، كل حاجة متاحة في كمان تويلت. في طبعا برضو كل حاجة تحتاجوها، في كمان فوط، في سخان. في بقى 3 غرف، في غرفة منهم ليها تويلت خاص بيها. في غرفة فيها 3 سراير ومكيفة وفيها دولاب. الغرفة التانية فيها سرير كبير ودولاب ومكيفة طبعا. الغرفة التالتة فيها سريرين كبار ودولاب كبير ودولاب تاني صغير كده، وطبعا فيها التويلت الخاص بيها زي ما قلت لكم. طبعا الاسعار بتكون شامله الاقامه بس لو انتوا حابين تزودوا وجبه فطار فوجبه الفطار للفرد بتكون 140 جنيه. كمان بالنسبه بقى لباقي الغرف في زي ما قلت لكم في غرف سنجل دبل تريبل، في غرف رباعي كمان. الاسعار بتبدا من اول 150 لغايه 3100 على حسب الغرفه سنجل او في فيو، يعني في سي فيو او بدون فيو خالص، على حسب نوع الغرفه. بالنسبة بقى للشقة الأسعار بتبتدي من أول 3600 لغاية 4900 على حسب عدد الأفراد اللي حجزوا الشقة. في كمان باركنج خاص بالفندق تحت الفندق، بيكون الليلة ب100 جنيه. كده يعتبر أنا قلت كل حاجة خاصة بالفندق. برضو لو عندكم أي استفسار عن أي حاجة، لو حابين تعرفوا سعر غرفة معينة بالتحديد سيبولي برضو تعليقاتكم وأنا هرد عليكم.
تاني فندق بقى وهو فندق دار السلام في محطة الرمل. هو برضو زي بوتيك هوتيل كده، واخد دور في مبنى من التراث الإيطالي، واخد الدور الخامس دور كامل. الفندق فوق كافيه دي لابي، وكمان فوق مطعم سيد درويش. فالفندق برضو من أجمل الفنادق اللي ممكن تقعدوا فيها على البحر على طول. كفاية بس الفايبس بتاعته والديكور حلوة جدا، من أجمل الفنادق اللي ممكن تختاروها. كمان في غرف مسموح فيها بأطفال وغرف لأ. عايزة أقول لكم إن الفنادق دي يعني صعب جدا إن انتوا تلاقوا فيها إمكانية، فعلشان تحجزوا لازم تحجزوا قبلها بفترة. زي ما قلت لكم الفندق ده فيه غرف بيكون مسموح فيها بوجود أطفال، وغرف تانية لأ مش مسموح بوجود أطفال. زي مثلا غرفة رقم 1 و3 و9 دي مش مسموح بدخول الأطفال فيها. في غرفة رقم 2 مسموح للأطفال فوق 10 سنين. غرفة بقى رقم 5 و6 و7 و8 مسموح بوجود أطفال فيها، بس طبعا بتدفعوا تأمين 500 جنيه، وبتستردوا طبعا الفلوس لما بتيجوا تمشوا في حالة لو مفيش أي حاجة باظت طبعا. وطبعا يا جماعة دي مش حاجة تضايقنا خالص، دي بتكون يعني كل مكان ليه سياسة في التعامل، وطبعا أي مكان احنا بنروحه لازم نحافظ عليه، وهم حقهم برضو يضمنوا حقهم، لأن طبعا الأطفال يعني مش بنكون ممكن قادرين نسيطر أو ممكن يحصل أي حاجة. فطبعا من حق كل حد إن هو يحافظ على حاجته، خصوصا إن الغرف كلها متجددة، كل غرفة معمولة بديكور وستايل مختلف. فبجد يعني على حسب الغرفة اللي تختاروها، كل الغرف ستايلها حلو جدا. يعني غرفة 1 بتكون سي فيو بشباك بانوراما. غرفة 2 كلاسيكية شوية ببلكونة سي فيو برضو. غرفة 3 دي بقى مخصصة للعرسان في اي بي ببلكونة سي فيو. غرفة 4 بدون فيو بحر، مفيش فيو. غرفة 5 و6 سايد فيو، يعني انتوا شايفين البحر جانبي. غرفة 6 ليها تراس برضو شايفين البحر. غرفة 7 شباك سي فيو، ليها شباك وسي فيو. غرفة 8 واخدة من الطابع التركي شوية وليها بلكونة برضو سي فيو. غرفة 9 دي غرفة بقى الملوك سي فيو برضو وليها بلكونة. طيب الأطفال، سياسة الأطفال تحت 5 سنين فري، فوق 5 سنين بيحسبوا فرد كامل. متوفر كمان في الفندق بوفيه عشان لو حابين تشربوا اي حاجة بتكون بأسعار بسيطة. متاح كمان مايكروويف عشان لو حابين تسخنوا اي حاجة. متاح كمان دراي كلين، ومتاح كمان خدمة دليفري الفندق بيوفرها علشان لو حابين تطلبوا اكل من اي مطعم بره بيوفر لكم الخدمة دي. طبعا كل الغرف فيها تويلت خاص بيها. متاح كمان ان انتوا تطلبوا فطار في الغرفة بتكلفة اضافية. طبعا لو حابين تروحوا برضو بعد فترة، لان اعتقد الايام دي يعني صعب ان انتوا تلاقوا ايام شوية، بس برضو اوقات بيتوفر ايام، وكمان هم دايما بينزلوا على الصفحة الخاصة بيهم الايام المتاحة للحجز. فانتوا برضو لو حابين تحجزوا قدام شوية كمان شهر مثلا او كده، فيدوب تحجزوا من الوقت. طبعا كل غرفة ليها سعر غير الغرفة التانية. الأسعار بتبدأ من أول 750 لغاية 2100 مثلا، على حسب بقى الفيو ونوع الغرفة، وبتختلف على حاجات كتير. كده انا برضو قلت كل المعلومات عن فندق دار السلام. لو برضو عندكم اي استفسار او اي سؤال سيبولي تعليقاتكم وانا هرد عليكم. تالت فندق بقى هنتكلم عنه وهو فندق ريدز. الفندق ده بيكون قدام الشاطبي على طول على البحر مباشرة. الإطلالة بجد بتاعته تحفة جدا، ومن أجمل برضو الأماكن اللي ممكن تنزلوا فيها. الفندق أجواءه حلوة جدا، مجهز وحديث جدا. فبرضو من الفنادق اللي هتعجبكم. هو نفس فكرة دار السلام وميرامار، هو بوتيك هوتيل واخد دور أول علوي عبارة عن 5 غرف بس. في غرف سي فيو وغرف سايد سي فيو. في غرف 2 بيد وغرف كينج بيد. الأسعار كمان حلوة جدا، يعني بالنسبة لشكل الغرف وشكل الفندق والنظافة والديكورات، بجد الأسعار حلوة جدا. طبعا كل غرفة ليها تويلت خاص بيها. الفندق ليه بار ومطعم. كمان الغرف مكيفة، فيها كتل في الغرفة وفي شاشة. الحجز شامل الفطار. كمان في خصم 10% من المطعم طول فترة الحجز.
الغرف كلها ليها شباك بيطل على البحر، المنظر بجد بيكون خطير جدا. الشاطبي قدامكم على طول، المنطقة حلوة جدا حيوية. تقريبا كل الفنادق اللي قلتها في مناطق طبعا حلوة جدا، هي على البحر على طول، حواليكوا كل حاجة، قريبين من أماكن كتير جدا. كل المطاعم والكافيهات حواليكوا، تقدروا ان انتوا تطلبوا اكل دليفري بكل سهولة. كمان تقدروا ان انتوا كمان تنزلوا تخرجوا وتفطروا وتتغدوا بره. كمان طبعا الشاطبي القعده فيه حلوه جدا، في شاطئ طبعا خاص بالشاطبي لو حد حابب يقعد على البحر، في شاطئ خاص بالشاطبي هيكون قريب منكم جدا. بالنسبة لسعره بيبدأ من 1900 لغاية 2900 على حسب الغرفة اللي انتوا تختاروها. طبعا اسعار الفنادق اللي انا قلتها دي كلها اسعار حلوة جدا بالنسبة للموقع والخدمة ونظافة الغرف وكل حاجة الفندق بيقدمها، السعر مناسب ليه جدا جدا. بجد كفايه ان انتوا تصحوا من النوم الصبح على منظر البحر قدامكم. زي ما قلت لكم اسكندريه في التوقيت ده بيكون حلو جدا، يعني لو تقدروا تروحوا روحوا هتتبسطوا قوي. كمان انا كنت نزلت فيديو اللي برضو الجزء الاول من الفنادق دي، نزلت 3 فنادق تانيين حلوين قوي برضو. هسيب لكم الفندق في سوري الفيديو في الاي فوق، وهسيب لكم كمان لينك الفيديو في الوصف تحت. طبعا اسكندرية فيها أماكن كتير قوي تتزار، سواء أماكن أثرية ترفيهية، أماكن كمان للخروج، مولات. في اسكندرية فيها أماكن خروج كتير قوي، يعني استغلوا الفرصة بقى اللي انتوا هتكونوا هناك فيها. يعني لازم مثلا تروحوا القلعة، مكتبة الاسكندرية، المنتزه، المعمورة، الأماكن اللي هي المعروفة قوي في اسكندرية دي لازم تروحوها. كمان أنا كنت نزلت فيديوهات عن جليم باي وزووك، دي عبارة عن مجمع مطاعم وكافيهات، عبارة عن لسان كده داخل جوه المية، والكافيهات والمطاعم بتطل على البحر، يعني البحر حواليكم من كل مكان. كمان الفيديوهات دي انا هسيبها لكم في الوصف علشان تقدروا تشوفوها لو حابين تروحوا برضو تاخدوا فكرة عنها قبل ما تروحوا. ومحطة الرمل طبعا كمان من الأماكن الشهيرة في الإسكندرية اللي لازم تنزلوها. في هناك كمان كافيه تريانو، أنا كنت نزلت فيديو عنه، ده طبعا من يعني المقاهي الأثرية في اسكندرية من مئات السنين. هسيب لكم كمان لينك الفيديو ده في الوصف علشان تشوفوه. طبعا المكان ده لازم تروحوه، الديزرت هناك حلوة جدا والمخبوزات، فلازم برضو تجربوا المكان ده. اللي عايز بقى فنادق فئة أعلى شوية، أنا كنت برضو نزلت فيديو عن أفضل 3 فنادق في اسكندرية. الفنادق دي طبعا أسعارها أعلى من الفنادق اللي أنا قلتها دي، يعني فنادق كاملة فيها كل الخدمات، وكمان منهم فنادق ليها البيتش الخاص بيها. كمان هسيب لكم لينك الفيديو ده في الآي فوق، وهسيب لكم اللينك في الوصف تحت علشان تقدروا تشوفوه بسهولة. وطبعا لو عندكم اي استفسار بخصوص اي مكان مش اسكندريه بس، سواء شرم الشيخ، الغردقه، دهب، السخنه، مطروح، اي مكان، سيبولي تعليقاتكم وانا هرد عليكم. وفي الاخر عايزه اقول لكم ان احنا عندنا في قناه فكره وسفريه بتكلم فيها عن السياحه والسفر، سواء سياحه داخليه او خارجيه، وافضل الرحلات اللي ممكن تعملوها في مصر سواء بحر ابيض او بحر احمر، وترشيحات الفنادق وافضل الرحلات واماكن الخروج والفسح. فلو مهتمين بالمحتوى ده وبتحبوا السفر، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم جديدنا اول باول. ويهمني جدا ان اعرف رايكم في الكومنتس، وباي باي.